السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، طلابي وطالبات الصف الثاني الإعدادي عن قناتي ذاكر دراسات، وأنت هنقدم لكم الدرس الأول وطن العربي. بس قبل ما نبدأ الدرس متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ الدرس. الدرس الأول بيتكلم عن الوطن العربي. تعالوا نشوف ايه هو الوطن العربي. الوطن العربي في قلب العالم. الوطن العربي يتضمن أو يشتمل ثلاث: مكان واحد ولغة واحدة وتاريخ مشترك. أولا الموقع الفلكي. بتعريف هو الموقع الفلكي. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. القمر هي الدولة العربية الوحيدة التي تقع خارج نطاق الموقع الفلكي. تقع في المحيط الهندي جنوب دائرة الاستواء عند تقاطع دائرة عرض 12 جنوبا وخط طول 44 شرقا. أما الحدود الفلكية للوطن العربي، يمتد الوطن العربي ما عدا دولة جزر القمر بين دائرتي عرض 37.5 شمالا و2 جنوبا. يمر بالوطن العربي خط الطول الرئيسي خط جرينتش، ودائرتي عرض رئيسيتان اللي هما بقى بين دائرة الاستواء ومدار السرطان. نيجي نروح للموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم اللي هما بيبقى آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويجي مثلا صح وغلط أو سؤال اختياري، يجي يقولك يقع الوطن العربي وسط قارات العالم الحديث. غلط ولا صح؟ لا غلط، وسط قارات العالم القديم. مثلا يجيلك اختيار يقع الوطن العربي نقط وسط نقط قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا. يطل الوطن العربي على محيطين وثلاثة بحار وثلاثة خلجان. محيطين شبه ايه؟ محيطين شبه المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي، وثلاثة بحار مثل البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربي، ثلاثة خلجان مثل خليج عمان وخليج عدن والخليج العربي. ونيجي نروح لحدود الوطن العربي. حدود الوطن العربي من شمال شرق جبال كردستان وزاغروس، ومن الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس في أوروبا، جبال طوروس في أوروبا، والغرب المحيط الأطلنطي، والشرق الخليج العربي وعمان والبحر الأحمر. أما الجنوب المحيط الهندي ودول وسط أفريقيا والصحراء الكبرى. نلاحظ أن الوطن العربي تحيط به حدود طبيعية، ما النتائج المترتبة على ذلك؟ ساعد ذلك على الاحتفاظ بشخصيته العربية المميزة بين الأمم. نيجي نروح ثانيا مساحة ودول الوطن العربي. يشغل الوطن العربي مساحة كبيرة من العالم تبلغ نحو 13 مليون كيلو متر مربع. ينقسم الوطن العربي في قارتين، قارة آسيا وقارة أفريقيا. وتعالوا نشوف بقى، قارة آسيا ديت فيها 12 دولة، وقارة أفريقيا فيها 10 دول. تعالوا بقى نعرف ايه مين هما ال 12 دولة اللي في آسيا وال10 دول اللي في أفريقيا. ال 12 دولة اللي في آسيا اللي هما سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات والسعودية وعمان واليمن. أما الدول الإفريقية اللي هم 10: مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر. وتعالوا نروح ثالثا أهمية موقع الوطن العربي.
أولا الأهمية الحضارية للوطن العربي، واللي برهن على ذلك علامة استفهام. يجي سؤال بما تفسر، يجي سؤال بما تفسر الأهمية الحضارية للوطن العربي بما تفسر. هنقول له لأنها أقامت على أرضه الحضارات القديمة، مثل الحضارة المصرية القديمة اللي هي كان اسمها الفرعونية، وحضارة بلاد العراق القديمة اللي هي كان اسمها بلاد ما بين النهرين، وحضارة بلاد الشام، وحضارة بلاد اليمن. وتعالوا نروح الأهمية الدينية للوطن العربي. يجي يقول لي بقى بما تفسر الأهمية الدينية للوطن العربي. جاوب عليها نقول له ايه؟ أول حاجة لأنها كانت مهدا للديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنه انتشر العالم من حوله. يعني الوطن العربي ده كان له أهمية دينية كبيرة جدا، وانتشرت الديانات ديت في العالم منه هو الأساس، هو اللي نشر للعالم. ونقول تاني حاجة وجود أماكن مقدسة يقصدها الناس للزيارة، مما أكسبه قيمة روحية عظيمة في نفوس سكان العالم. ومن هذه الأماكن في فلسطين والسعودية. في فلسطين كان مسجد قبة الصخرة وكنيسة المهد، أما في السعودية الكعبة المشرفة. هنروح للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لموقع الوطن العربي. يجي بقى يقول لي بما تفسر تتنوع الموارد الاقتصادية في الوطن العربي بما تفسر. هنقول له بسبب 3 حاجات. 1 بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية. 2 وجود البترول والغاز الطبيعي على أرضه. 3 تحكمه في طرق التجارة العالمية خلال العصور التاريخية المختلفة. وكمان ايه تاني؟ بنقول له بقى تحكمه في طرق التجارة. ايه هي طرق التجارة اللي هو العالمية اللي كان بيتحكم فيها؟ هنقول له بسبب 3 حاجات. موقعه المتوسط بين قارات العالم، ودي حاجة مهمة جدا 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 للوطن العربي. 2 إشرافه على 3 أذرع مائية مهمة، هي بقى البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. 3 تحكمه في 4 ممرات مائية مهمة، مثل مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب ومضيق هرمز وقناة السويس. نيجي نروح أهم الممرات المائية العربية. من أهم الممرات المائية العربية اللي هم ال4 اللي احنا سايلينهم، نوم قناة السويس ومضيق جبل طارق. نيجي نشوف قناة السويس تصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، تشرف عليها بالكامل دولة مصر، ولها أهمية اقتصادية كبيرة في مصر. أما مضيق جبل طارق يصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، تشرف عليه دولة المغرب في قارة إفريقيا، ودولة أسبانيا في قارة أوروبا. تشرف عليه دولتين، واحدة في قارة إفريقيا والتانية في قارة أوروبا، مش في الوطن العربي، قارة أوروبا. تعالوا نشوف مضيق هرمز ومضيق باب المندب. مضيق هرمز يصل بين الخليج العربي وخليج عمان، تشرف عليه دولة عمان في قارة آسيا، ودولة إيران في قارة آسيا برضه. أما مضيق باب المندب يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تشرف عليه دولة اليمن في قارة آسيا، ودولة جيبوتي في قارة أفريقيا. اكتب المصطلح العلمي: المضيق الوحيد الذي تشرف عليه دولتان عربيتان، اللي هو مضيق باب المندب تشرف عليه دولتان عربيتان، دولة اليمن ودولة جيبوتي في الوطن العربي. نيجي نروح لأهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجية. ما النتائج المترتبة على ذلك؟ بيقول لك ما النتائج المترتبة على أهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجي. هنقول له 1 تعرضه للاستعمار الأوروبي الذي عمل على
على حاجتين: 1 نهب خيرات الوطن العربي، 2 تقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة في المساحة وعدد السكان، وتفصل بينهما حدود سياسية مصطنعة أدت إلى ظهور بعض المشكلات السياسية، ومنها مشكلة فلسطين التي يزال شعبها حتى الآن يكافح في سبيل الحصول على استقلاله، ومشكلة سبتة ومليلة، ومشكلة بعض الجزر الإماراتية، ومشكلة جنوب. كده نبقى خلصنا الدرس. متنسوش اللايك والاشتراك، فعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.